بك ورحبا أنا وأنت سيد منار سليمي بضيفي أيضا في الاستوديو، وأشكره على قبول الدعوة. سيد غيث مباريك الملحق الإعلامي لمكتب جبهة البوليساريو في باريس، أهلا بك ومرحبا. أهلا بك وبضيفك الكريم. مرحبا بكما. إذن غوتيريس يقترح إعادة إطلاق عملية المفاوضات بروح جديدة مفعمة بالحيوية على حد تعبيره، ما تعليقكما على تقريره الجديد هذا؟ أبدأ معك أولا من الرباط الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، أهلا من جديد. أهلا وسهلا. تقرير غوتيريس يجب أن ننظر إليه من 3 زوايا أساسية. أولا، عقلية جديدة، عقلية أوروبا الغربية مختلفة عن بان كيمون ومختلفة عن المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس. أولا من زاوية أنه كيف ما جرى في منطقة القرقرات بأنه تحت المسؤولية الكاملة لجبهة البوليساريو وطالبها بالانسحاب بدون شروط. هذا مع العلم أن البوليساريو كان يحاول أن يجسد الأزمة في المغرب. المسألة الثانية أنه يصحح الوضع الأول، وهو أنه كانت هناك مطالب من طرف البوليساريو بتوسيع صلاحيات القوات الأممية. هو يشير إلى أن هناك آلية مستقلة، وهذه الآلية المستقلة هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجالس الجهوية في المناطق الجنوبية المغربية. أيضا مسألة أساسية وهي مطلب البوليساريو بالاستفتاء لم يرد نهائيا في التقرير. وأيضا فكرة تقرير المصير، هو دعا في سابقة يمكن أن نقول بأنها تحول كبير وتجاوز لفكرة الستينات، دعا إلى إعادة النظر في مفهوم وطبيعة حق تقرير المصير. جيد، وسنأتي بالتفاصيل على هذا الأمر وهذه النقاط نقطة بنقطة، ولكن ما يهمني هي النظرة العامة لهذا التقرير. تقول عقلية جديدة تصحح الأوضاع. المغرب وفق مصدر في الخارجية أيضا يقول أن هذا التقرير أكثر موضوعية من تقارير سابقة. سيد غيث مباريك، اللهجة تغيرت ووسائل الإعلام المغربية تعتبره إيجابيا ومتوازنا، هل تعتبره أنت كذلك أيضا؟ وجبهة البوليساريو بأنك تمثل. نعم. شكرا جزيلا وشكرا لضيفك الكريم. مرحبا. أعتقد أن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حاول في تقريره أن يكون هذا التقرير متوازي لإرضاء الطرفين. من جهة، نحن في الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء ووادي الذهب نرحب بهذا التقرير، وخصوصا المتعلق منه بجوهر النزاع وضرورة إطلاق المفاوضات من جديد. كما نثمن أيضا دون شروط مسبقة تقولون أيضا في جبهة البوليساريو. نعم، هذا ما جاء في التقرير بصفة عامة. كما نثمن أيضا قدوم الأمين العام للأمم المتحدة على هذا التقرير وبتقديمه بصورة ملخصة لما كنا نطالب به، بالنظر إلى التجاوزات التي أقدم عليها المغرب في الآونة الأخيرة. ونحن نعرف أن القرار الأخير لمجلس الأمن قرار 2285 جاء بتوصيات ملزمة للطرفين، منها تحديد على سبيل المثال 4 أشهر لعودة المكون المدني لبعثة المينورسو الذي سبق وأن طرده المغرب. حدثني على هذا التقرير. يبدو أنه ثمة، تقول لي نرحب، ولكن ثمة فتور أيضا من جانبكم، وكأنه هذا التقرير لم يلبي كل متطلباتكم، وثمة نظرة لعلها تكون بعين الريبة لهذا التقرير. باختصار شديد، هذا على الأقل ما فهمناه من ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة بالأمس. نحن نعتبر هذا التقرير، لا تحفظ لديكم؟ نعم، لا تحفظ لدينا على هذا التقرير، ونعتبر أن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة احتوى السبب الجوهري لهذا النزاع. جيد، أعود إليك سيد عبد الرحيم. ومطالبة المغرب أيضا بالاستمرار والتنازل أكثر
وهذا ما طلبه نعم. سيد غوتيريس من نعم. كلا الطرفين، مع إمكانية إشراك في مرحلة لاحقة الجزائر وموريتانيا أيضا. سيد منار سليمي، استمعت إلى رأي ضيفي في الاستوديو سيد غيث مبارك بشأن ترحيبه بهذا التقرير، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. هل تعتبر كلامه خطابا سياسيا أم أنه فعلا من وجهة نظرك أيضا تبدو جبهة البوليساريو راضية على هذا الأمر؟ أقول هذا الكلام خاصة أن بعض المنابر الإعلامية التابعة لجبهة البوليساريو في منذ أن صدر هذا التقرير رأت هذا التقرير أن التقرير مليء بالحشو، يتطرق إلى تفاصيل مملة، يتحدث عن هوامش دون الخوض في لب الموضوع، يحاول حتى صرف الانتباه عن الأزمة الحالية. ردك على هذا الأمر دكتور منار سليمي؟ أعتقد بأن هناك داخل قيادة البوليساريو هناك اختلاف، وهذا واضح. هناك من يرحب وهناك من يعارض التقرير. الجزائر تعارض التقرير وتعتبر بأنه سلبي، ولكن دعني أتحدث مع الأخ الذي يوجد معك. إذن معنى هذا أنكم اليوم تقرون، هذا واضح لأن التقرير يقر بمسؤوليتكم على ما وقع في القرقرات، أنكم عرضتم وقف إطلاق النار إلى الخطر، أيضا أنكم اليوم فعلا بات واضح بأنكم لم تعودوا مقتنعين بمسألة الاستفتاء، وأن تقرير المصير الذي درستكم الجزائر الذي يعود إلى الستينات بات متجاوز، وهذا واقع موجود في القانون الدولي اليوم. أكثر من ذلك، هناك إشارة في تقرير الأمين العام بأنكم النزاع ليس بينكم وبين المغرب، النزاع هو بين المغرب والجزائر. هذا واضح لأنه غوتيريس في تقريره يوسع هذه المسألة ويدخل أطراف أخرى. وأعتقد بأنه اليوم من خلال هذه التناقضات الموجودة لدى جبهة البوليساريو بات واضح بأن غوتيريس يتوجه بالملف ليكون بين المغرب والجزائر، والبوليساريو لا وجود له. ولكن نتوقع أن يكون هناك في قرار مجلس الأمن القادم أن تكون هناك إدانة واضحة لما وقع في منطقة القرقرات. نعم. يجيبك دكتور منار سليمي. تفضل السيد غيث مبارك. هل معنى ذلك أنكم متفقون مع كل النقاط التي جاءت في التقرير والتي ترسم بشكل أو بآخر خارطة الطريق أو رؤية غوتيريس للحل؟ البعض يقول أنها قد لا تتماشى مع رؤيتكم. قلت لك أننا نرحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وخصوصا جوهر النزاع. ما قاله الأستاذ منار سليمي مجرد مغالطات لما يقوم به المغرب كل مرة. فالمغرب هو الذي قام بطرد المكون المدني. أي لا ترجع بي إلى الوراء، حدثني عن التقرير. لا ترجع بي الوراء. نعم، هذا مرتبط كله. أنا أسألك نقطة بنقطة. يعني ما فهم من هذا التقرير أن مثلا المسألة الرئيسية والحيوية هي مسألة تقرير المصير، لا تعني بالضرورة الاستفتاء. هذا ما فهم من التقرير. لا، نحن أجبه على النقاط التي أثارها لو سمحت. إذن نحن نطالب كما يطالب المجتمع الدولي بتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي تضمنه كل المواثيق الدولية، والذي جاء في كل القرارات السابقة للأمم المتحدة. ما جاء في تقرير الأمين العام الجديد هو مطالبة المغرب بالتنازل، بالتقديم المزيد من التنازلات، كما أيضا قدم نداء لمجلس الأمن من أجل الاستعداد لضغوطات قادمة على المغرب من أجل إيجاد حل أو تجاوب مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. جيد. سيد منار سليمي، قراءتان مختلفتان، والأكيد أنه ثمة قراءة خاطئة. لن أقول بأن الأخ يقدم مغالطات كما قال، لن أدخل في هذا السجال، ولكن دعني هنا أوضح. نعم. التقرير يقول بأن المغرب في منطقة القرقرات لم يكن هناك استعمال لقوات مسلحة، واضح جدا، ويشير إلى مسؤولية البوليساريو. التقرير واضح، يقول بأن تقرير المصير يجب أن يعاد فيه النظر، بمعنى هناك ولا يعني بالضرورة وقعت في الميدان. سيد منار سليمي، لا كلامك يعني في سياق كلامك ما فهم بشكل واضح من هذا التقرير أن تقرير المصير لا يعني بالضرورة الاستفتاء. الاستفتاء ليس المخرج الوحيد القابل للتطبيق.
هو يشير بمعنى لما يقول بأن هناك يجب إعادة النظر في تقرير المصير، هو يشير إلى مقترح الحكم الذاتي. لماذا؟ لأنه يقول، لاحظ معي بأنه يقول بأن المفاوضات يجب أن تكون واقعية. ودع الأخ ينتبه بأن غوتيريس يقفز على مرحلة روس ومرحلة بان كيمون ويعود إلى استنتاجات فالسون في سنة 2008 لما اعتبر بأن ما يطالب به البوليساريو هو مستحيل وغير واقعي. يجب أن نقرأ جيدا هذا التوجه، هو يعيد الملف بطريقة أخرى، يصحح الأوضاع، ويبدو بأن الأخ ليست له معلومات كثيرة عن ما ورد في التقرير، لهذا فهو لن يستطيع بمعنى أن يجيب. هم اليوم في ورطة، موجودون في المنطقة العازلة ولا يعرفون هل يتقدموا أم يتراجعوا، ينتظرون أمر من القايد صالح في الجزائر. ثم أكثر من ذلك هم صدموا بهذا التطور في القانون الدولي الذي هو يجيبك سيد منار سليم. جديد. ولما يقول المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي يتحدث، هذه الأمم المتحدة. الحكم الذاتي مطروح في هذا التقرير، يقول أن الأمر أكثر واقعية. كلامك عن الجنرال أو عن الجزائر هذا كلام يعنيكم أنتم المغرب، كلما اشتد عليكم الخناق في قضية الصحراء إلا وترمون باللائمة على الجزائر. فيما يتعلق بالأمين العام، قلت أننا نثمن ما قام به الأمين العام لإدراج المقترحين، مقترح الطرفين، من أجل إيجاد حل للتفاوض من أجله. هذا ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة، وقلت أننا نثمن هذا. وزيادة على ذلك هو طالب من المغرب التنازل، هذا قلته لي، وقام بنداء هذا قلته لي. أنا أطرح عليك نقطة واضحة. هو طلب مجددا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من جبهة البوليساريو أن تنسحب من منطقة الجرجرات. هذا الطلب كرره غوتيريس وهذا موجود. ويقول ضيفي بأنه يحمل جبهة البوليساريو، غوتيريس يحمل جبهة البوليساريو ما آلت إليه الأوضاع من توتر في الجرجرات. وأنا أسألك عن هذه النقاط، هل هي مقبولة بالنسبة؟ ما قاله ضيفك مجرد مغالطات. المغرب أراد من أزمة الجرجرات تعويم الأزمة من أجل مقايضتها بانسحابه بضعة أمتار إلى الخلف، وقبوله مؤخرا بعودة المكون المدني لبعثة المينورسو. قرارنا الانسحاب من منطقة الجرجرات هذا قرار قلناه سابقا في بياننا في 26 من فبراير. ذكرني به. الآن في هذا التقرير غوتيريس يطلب منكم الانسحاب من أجل تهدئة الأوضاع وتهدئة التوتر، من أجل الانطلاق في هذه المفاوضات المبنية على مختلف المقترحات، سواء كان من جبهة البوليساريو أو من المغرب. حتى أطرح سؤال بشكل مباشر، بأنك ترحب بهذا التقرير، هل ستستجيبون لطلب غوتيريس؟ موقفنا من سحب قواتنا من منطقة الجرجرات مرتبط بموقفنا الذي قلناه سابقا في قرار 26 من فبراير 2017. لأن منطقة أي قرار ذكرني لأن منطقة القرار البيان السابق الذي قلناه، لأن منطقة الجرجرات ليست بمعزل عن كل الصحراء الغربية التي احتلها المغرب منذ 1975. يجبني بوضوح، بمعنى لا انسحاب، هذا ما تقصده السيد غاية مبارك؟ نعم، هذا ما قلها أرجوك، قلها حتى هذا ما قيل في القرار، لأن البيان واضح وموجود. لأننا في جبهة البوليساريو نريد من المغرب إذا أراد سلاما حقيقيا أن ينسحب من كل الأراضي الصحراوية التي احتلها بعد 1975، وليس مجرد تعويم الأزمة من أجل انسحاب بسيط. مخاطبكم في هذه المرحلة، عفوا على الإصرار حتى تكون الصورة واضحة قبل أعطي الكلمة للسيد منار سليمي، مخاطبكم في هذه المرحلة هو غوتيريس، أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة. في تقريره هذا الذي يرسم خريطة الطريق يقول لكم انسحبوا كما انسحب المغرب. يعني في جملة واحدة فقط، هل ستنسحب جبهة البوليساريو من أجل بدء مرحلة جديدة من المفاوضات المفعمة بالحيوية ولملاء الثقة، لأنه يجب أن يكون هناك حل؟ أقول لك أستاذ حكيم أن انسحاب جبهة البوليساريو من منطقة الجرجرات مرتبط
بانسحاب المغرب من كل المناطق التي معناه لا. احتلها من الصحراء الغربية. معناها أنه سيكون انسحابا مشروطا. سيد عبد الرحيم منار السليمي، ردك على هذا الأمر؟ لغة الأمين العام في تقريره واضحة، وسيأتي هذا في قرار مجلس الأمن: انسحاب من منطقة القرقرات بدون شروط. البوليساريو اليوم هو في مواجهة مع مجلس الأمن وليس في مواجهة مع المغرب. أكثر من ذلك أنه يتحمل خلال هذه المرحلة مسؤولية كل ما يمكن أن يقع في هذه المنطقة. ودعني أوضح نقطة لم ينتبه إليها الأخ: لأول مرة هناك إشارة واضحة ستربط بين البوليساريو وبين تجمع الجماعات الإرهابية الموجود في المنطقة. بمعنى لما يأتي غوتيريس ويقول بأن هناك مخاطر وجهت ضد المغرب وضد القوات الأممية، معنى هذا أن البوليساريو هو المسؤول. إذن الأخ ربما لا يعرف ما يقول. أكثر من ذلك معلوماته قديمة، يتحدث عن بيان 26 يوم أمس. كان وهنا لن أكون محل قيادتكم، يوم أمس كان هناك تصريح لقيادتكم وقال لن ننسحب. إذن جدي معلوماتك، كان تصريح بعد صدور تقرير الأمين العام. إذن واضح هناك ورطة ولن يجيبك. هذه المسألة قلتها في نقاش مع قيادات متعددة منهم على قناتكم، ليس لديه الجواب. الجواب موجود لدى القايد صالح الرئيس الجزائري الجديد، الذي ربما هو يعرفه، هو الذي لديه الجواب. سيأمركم بالانسحاب أو يدفعكم نحو مؤامرة عسكرية طائشة. أنه ثمة تناقضات داخلية الآن حول جبهة البوليساريو، أن الموقف لم يتبلور بعد بشكل واضح مما يمكنك أنت كممثل لجبهة البوليساريو وملحق إعلامي لمكتب جبهة البوليساريو في باريس أن تتحدث بطلاقة عن هذا ودون قيود عن هذا الأمر، حتى مختلف الأطراف تحدد موقفها. تحدثت بطلاقة وقلت له إذا كان الأستاذ على اطلاع بالبيان الذي قدمناه في 26 من فبراير، نحن نرفض الانسحاب من منطقة القرقرات ما دام المغرب محتلا للصحراء الغربية، لأن منطقة القرقرات ليست إلا نقطة واحدة، فالمشكل أكبر من منطقة القرقرات. ثانيا أقول لك أن ضيفك الكريم السيد الأستاذ منار السليمي يعرف في قرارات نفسه أنه يدافع عن الباطل مثله مثل باقي المغاربة، لكنه لا يستطيع القول بذلك وأنا أعذره، لكن لا بأس. أقول له ولكل الشعب المغربي أن من يظن أن الشعب الصحراوي سيتنازل عن حقه في تقرير المصير فهو واهم وغير مدرك للأمور. نحن شعب إذا أقسم أوفى بقسمه، ونحن أقسمنا أن نموت أحرار أو نعيش أحرار. نقطة أخيرة نهائية في أقل من دقيقة لكما سيد عبد الرحيم منار سليمي. التقرير فيه نقاط أيضا قد لا تعجب المغرب، من ذلك ما يشبه الانتقاد الواضح لرفض المغرب القطعي استقبال المبعوث الشخصي مثلا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كريستوفر روس في الرباط، بمعنى أنه غوتيريس الآن يطلب حتى تنازلات ملموسة من كلا الطرفين ولا يرغب حتى في أن يتكرر مثل هذا الأمر. هل لمستم أيضا أنتم هذه النقاط السلبية في هذا التقرير والتي قد تمس المغرب بشكل مباشر؟ باختصار في دقيقة واحدة وأختم مع السيد غيث مبارك. باختصار نقطة: الأخ ليس عراف ليعرف في ماذا أفكر، ليس عراف. دعه ينتج الشعر. تغير الملف، دعه ينتج الشعر. تغير الملف لينتبه إلى أن تقرير غوتيريس يتجه نحو المخيمات. سيفتح ملفا وهو ملف ما يسمى باللاجئين بين مزدوجتين المحتجزين. سيصل بمعنى هو سيد منار سليمي أجبني على سؤالي. نعم، سؤالي أن حتى التقرير أيضا وكأنه ينبه المغرب إلى عدم العودة إلى ما وصفت بممارسات سابقة. المغرب التقرير بالنسبة إليه قال واقعي موضوعي وإيجابي مقارنة مع ما كان عليه روس وبان كيمون. هذا واضح. نعم، ودعني أوضح هنا بأنه في الأسابيع الأخيرة، ويعرفها الأخ، الذي قاد وفد البوليساريو ليس خداد وإنما كريستوفر روس داخل الأمم المتحدة. لهذا هم اليوم أمام خسارة كبيرة. الملف يتغير نتيجة معطيات كثيرة. جيد.
والصراع اليوم هو بين المغرب والجزائر والبوليزاريو. أشكرك. لن يستطيع أن يتقدم في شيء ولن يستطيع أن ينتج أشكرك. أي قرار. ودعه ينتج الشعر، سأسمع شعره. يقول لك أن صراعكم أيضا نقطة هامة اليوم ليس مع المغرب بل أصبح مع الأمم المتحدة لأنكم ترفضون الانسحاب. كلمة الختام باختصار أرجوك. الذي عنده مشكلة مع الأمم المتحدة هو المغرب الذي يحاول دائما التملص من مسؤولياته السياسية. فيما يتعلق بما قاله الأستاذ أقول لك كلمة واحدة. تحدث عن المحتجزين وقال أننا نتخذ قراراتنا من الجزائر. أتحداه أن يسمح المغرب ولو بيوم واحد بمظاهرة سلمية في العيون المحتلة ليرى من هم المحتجزون. إذا كان هناك محتجزون لماذا لا يقبل المغرب بتوسيع صلاحية المينورسو ليتم فك هذا الاحتجاز أو ليدلوا أولئك الصحراويون بآرائهم؟ أشكرك. إن كان الأستاذ على أشكركم. كلمة أخيرة لأن الأستاذ يريد أن يستثمر في أزمة الجرجرات بانسحاب المغرب بضعة أمتار إلى الخلف بمحاولة مؤخرا قبوله بعودة المكون المدني للمنورس، وهذا شيء مكشوف وغير مقبول. أشكرك جزيل الشكر عبر الأقمار الصناعية من الرباط الدكتور عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. كل الشكر جزيل لك أيضا سيد غيث مبارك الملحق العالمي من مكتب جبهة البوليسات. هو يشير بمعنى لما يقول بأن هناك يجب إعادة النظر في تقرير المصير، هو يشير إلى مقترح الحكم الذاتي. لماذا؟ لأنه يقول، لاحظ معي بأنه يقول بأن المفاوضات يجب أن تكون واقعية. ودع الأخ ينتبه بأن غوتيريس يقفز على مرحلة روس ومرحلة بان كيمون ويعود إلى استنتاجات فالسون في سنة 2008 لما اعتبر بأن ما يطالب به البوليزاريو هو مستحيل وغير واقعي. يجب أن نقرأ جيدا هذا التوجه. هو يعيد الملف بطريقة أخرى يصحح الأوضاع، ويبدو بأن الأخ ليست له معلومات كثيرة عن ما ورد في التقرير، لهذا فهو لن يستطيع بمعنى أن يجيب. هم اليوم في ورطة، موجودون في المنطقة العازلة ولا يعرفون هل يتقدموا أو يتراجعوا، ينتظرون أمر من القايد صالح في الجزائر. ثم أكثر من ذلك هم صدموا بهذا التطور في القانون الدولي الذي هو يجيبك سيد منار السليمي. جديد. ولما يقول المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي يتحدث، هذه الأمم المتحدة. الحكم الذاتي مطروح في هذا التقرير، يقول أن الأمر أكثر واقعية. كلامك عن الجنرال أو عن الجزائر هذا كلام يعنيكم أنتم المغرب، كلما اشتد عليكم الخناق في قضية الصحراء إلا وترمون باللائمة على الجزائر. فيما يتعلق بالأمين العام قلت أننا نثمن ما قام به الأمين العام لإدراج المقترحين، مقترح الطرفين من أجل إيجاد حل للتفاوض من أجله. هذا ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة، وقلت أننا نثمن هذا. وزيادة على ذلك هو طالب من المغرب التنازل. هذا قلته لي، وقام بنداء هذا قلته لي. أنا أطرح عليك نقطة واضحة. هو طلب مجددا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من جبهة البوليساريو أن تنسحب من منطقة الجرجرات. هذا الطلب كرره غوتيريس وهذا موجود. ويقول ضيفي بأنه يحمل جبهة البوليساريو، غوتيريس يحمل جبهة البوليساريو ما آلت إليه الأوضاع من توتر في الجرجرات. وأنا أسألك عن هذه النقاط، هل هي مقبولة بالنسبة ما قاله ضيفك مجرد مغالطات. المغرب أراد من أزمة الجرجرات تعويم الأزمة من أجل مقايضتها بانسحابه بضعة أمتار إلى الخلف وقبوله مؤخرا بعودة المكون المدني لبعثة المينورسو. قرارنا الانسحاب من منطقة الجرجرات هذا قرار قلناه سابقا في بياننا في 26 من فبراير.
الآن في هذا التقرير نعم. غوتيريس يطلب منكم الانسحاب من أجل تهدئة الأوضاع وتهدئة التوتر، من أجل الانطلاق في هذه المفاوضات المبنية على مختلف المقترحات، سواء كان من جبهة البوليساريو أو من المغرب. حتى أطرح سؤال بشكل مباشر، بأنك ترحب بهذا التقرير، هل ستستجيبون لطلب غوتيريس؟ موقفنا من سحب قواتنا من منطقة القرقرات مرتبط بموقفنا الذي قلناه سابقا في قرار 26 من فبراير 2017، لأن منطقة أي قرار ذكرني لأن منطقة القرار البيان السابق الذي قلناه، لأن منطقة القرقرات ليست بمعزل عن كل الصحراء الغربية التي احتلها المغرب منذ 1975. يجبني بوضوح، بمعنى لا انسحاب، هذا ما تقصده السيد غاية مبارك؟ نعم، هذا ما قلها أرجوك، قلها حتى هذا ما قيل في القرار، لأن البيان واضح وموجود، لأننا في جبهة البوليساريو نريد من المغرب إذا أراد سلاما حقيقيا أن ينسحب من كل الأراضي الصحراوية التي احتلها بعد 1975، وليس مجرد تعويم الأزمة من أجل انسحاب بسيط. مخاطبكم في هذه المرحلة، عفوا على الإصرار حتى تكون الصورة واضحة قبل أعطي الكلمة للسيد منار سليمي، مخاطبكم في هذه المرحلة هو غوتيريس، أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة. في تقريره هذا الذي يرسم خريطة الطريق يقول لكم انسحبوا كما انسحب المغرب. يعني في جملة واحدة فقط، هل ستنسحب جبهة البوليساريو من أجل بدء مرحلة جديدة من المفاوضات المفعمة بالحيوية ولملاء الثقة، لأنه يجب أن يكون هناك حل؟ أقول لك أستاذ حكيم أن انسحاب جبهة البوليساريو من منطقة القرقرات مرتبط بانسحاب المغرب من كل المناطق التي احتلها من الصحراء الغربية. معناها أنه سيكون انسحابا مشروطا. سيد عبد الرحيم منار سليمي، ردك على هذا الأمر؟ لغة الأمين العام في تقريره واضحة، وسيأتي هذا في قرار مجلس الأمن: انسحاب من منطقة القرقرات بدون شروط. البوليساريو اليوم هو في مواجهة مع مجلس الأمن وليس في مواجهة مع المغرب. أكثر من ذلك أنه يتحمل خلال هذه المرحلة مسؤولية كل ما يمكن أن يقع في هذه المنطقة. ودعني أوضح نقطة لم ينتبه إليها الأخ: لأول مرة هناك إشارة واضحة ستربط بين البوليساريو وبين تجمع الجماعات الإرهابية الموجود في المنطقة. بمعنى لما يأتي غوتيريس ويقول بأن هناك مخاطر وجهت ضد المغرب وضد القوات الأممية، معنى هذا أن البوليساريو هو المسؤول. إذن الأخ ربما لا يعرف ما يقول. أكثر من ذلك معلوماته قديمة، يتحدث عن بيان 26 يوم أمس. كان وهنا لن أكون محل قيادتكم، يوم أمس كان هناك تصريح لقيادتكم وقال لن ننسحب. إذن جدي معلوماتك، كان تصريح بعد صدور تقرير الأمين العام. إذن واضح هناك ورطة ولن يجيبك. هذه المسألة قلتها في نقاش مع قيادات متعددة منهم على قناتكم، ليس لديه الجواب. الجواب موجود لدى القايد صالح الرئيس الجزائري الجديد، الذي ربما هو يعرفه، هو الذي لديه الجواب. سيأمركم بالانسحاب أو يدفعكم نحو مؤامرة عسكرية طائشة. أنه ثمة تناقضات داخلية الآن حول جبهة البوليساريو، أن الموقف لم يتبلور بعد بشكل واضح مما يمكنك أنت كممثل لجبهة البوليساريو وملحق إعلامي لمكتب جبهة البوليساريو في باريس أن تتحدث بطلاقة عن هذا ودون قيود عن هذا الأمر، حتى مختلف الأطراف تحدد موقفها. تحدثت بطلاقة وقلت له إذا كان الأستاذ على اطلاع بالبيان الذي قدمناه في 26 من فبراير، نحن نرفض الانسحاب من منطقة القرقرات ما دام المغرب محتلا للصحراء الغربية، لأن منطقة القرقرات ليست إلا نقطة واحدة، فالمشكل أكبر من منطقة القرقرات. ثانيا أقول لك أن ضيفك الكريم السيد الأستاذ منار سليمي يعرف في قرارات نفسه أنه يدافع عن الباطل مثله مثل باقي المغاربة، لكنه لا يستطيع القول بذلك وأنا أعذره، لكن لا بأس. أقول له ولكل الشعب المغربي أن من يظن أن الشعب الصحراوي سيتنازل عن حقه في تقرير المصير فهو واهم وغير مدرك للأمور. نحن شعب إذا أقسم أوفى بقسمه،
ونحن أقسمنا أن نموت أحرار أو نعيش أحرار. نقطة أخيرة نهائية في أقل من دقيقة لكما سيد عبد الرحيم منار سليمي. التقرير فيه نقاط أيضا قد لا تعجب المغرب، من ذلك ما يشبه الانتقاد الواضح لرفض المغرب القطعي استقبال المبعوث الشخصي مثلا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كريستوفر روس في الرباط، بمعنى أنه غوتيريس الآن يطلب حتى تنازلات ملموسة من كلا الطرفين ولا يرغب حتى في أن يتكرر مثل هذا الأمر. هل لمستم أيضا أنتم هذه النقاط السلبية في هذا التقرير والتي قد تمس المغرب بشكل مباشر؟ باختصار في دقيقة واحدة وأختم مع السيد غيث مبارك. باختصار نقطة، الأخ ليس عراف ليعرف في ماذا أفكر، ليس عراف. دعه ينتج الشعر، تغير الملف، دعه ينتج الشعر، تغير الملف، لينتبه إلى أن تقرير غوتيريس يتجه نحو المخيمات، سيفتح ملفا وهو ملف ما يسمى باللاجئين بين مزدوجتين المحتجزين، سيصل بمعنى هو سيد منار سليمي أجبني على سؤالي. نعم، سؤالي أن حتى التقرير أيضا وكأنه ينبه المغرب إلى عدم العودة إلى ما وصفت بممارسات سابقة. المغرب التقرير بالنسبة إليه قال واقعي موضوعي وإيجابي مقارنة مع ما كان عليه روس وبان كيمون، هذا واضح. نعم، ودعني أوضح هنا بأنه في الأسابيع الأخيرة ويعرفها الأخ، الذي قاد وفد البوليزاريو ليس خداد وإنما كريستوفر روس داخل الأمم المتحدة، لهذا هم اليوم أمام خسارة كبيرة. الملف يتغير نتيجة معطيات كثيرة جيد. والصراع اليوم هو بين المغرب والجزائر والبوليزاريو. أشكرك. لن يستطيع أن يتقدم في شيء ولن يستطيع أن ينتج أي قرار، ودعه ينتج الشعر، سأسمع شعره. يقول لك أن صراعكم أيضا نقطة هامة اليوم ليس مع المغرب أصبح، بل أصبح مع الأمم المتحدة لأنكم ترفضون الانسحاب. كلمة الختام باختصار أرجوك. الذي عنده مشكلة مع الأمم المتحدة هو المغرب، الذي يحاول دائما التملص من مسؤولياته السياسية. فيما يتعلق بما قاله الأستاذ، أقول لك كلمة واحدة. تحدث عن المحتجزين وقال أننا نتخذ قراراتنا من الجزائر. أتحداه أن يسمح المغرب ولو بيوم واحد بمظاهرة سلمية في العيون المحتلة ليرى من هم المحتجزون. إذا كان هناك محتجزون، لماذا لا يقبل المغرب بتوسيع صلاحية المينورسو ليتم فك هذا الاحتجاز، أو ليدلوا أولئك الصحراويون بآرائهم؟ أشكرك. إن كان الأستاذ على أشكركم. كلمة أخيرة، بأن الأستاذ يريد أن يستثمر في أزمة القرقرات بانسحاب المغرب بضعة أمتار إلى الخلف، بمحاولة مؤخرا قبوله بعودة المكون المدني للمنورسو، وهذا شيء مكشوف وغير مقبول. أشكرك جزيل الشكر عبر الأقمار الصناعية من الرباط الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. كل الشكر جزيل لك أيضا سيد غيث مبارك، الملحق العالمي لمكتب جبهة البوليساريو في باريس، شكرا جزيلا لك.